طيب، السلام عليكم. مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ إيه الأخبار؟ إحنا بإذن الله نبدأ السيشن بتاعتنا دلوقتي، هنتكلم فيها عن ال Authentication وال Authorization. هنتكلم كمان عن ال GWT، وهنتكلم عن شوية حاجات خاصة بال Security في الباك إند، وإزاي إنك تبني السيستم بتاعك. فخلينا كده نفتح السلايدز. هعمل شير سكرين الأول. تمام زي الفل. خلينا يلا نبدأ. ده التيبل اوف كونتنت بتاعنا النهارده. اول حاجه هنتكلم عليها ايه هو الاوثنتيكيشن، بعد كده هنعرف ايه هو الاوثورايزيشن، هناخد زي تعريف كده ونحاول ان احنا نوضح بمثال عملي، وبعد كده ايه هو الجي دبليو تي وازاي ان هو بيشتغل. كل الكلام ده هيكون نظري شويه. تمام. بعد كده نخش على مثال بقى عملي بالكود، بحيث ان احنا نشوف الكلام ده كله بيمشي ازاي، والكلام فعلا يوضح يعني لما نبدا ان احنا نطبقه بالكود بتاعنا. تمام. طيب انا هشتغل نود جي اس، هشتغل بالجافا سكريبت في الباك اند، ولكن الكونسبت نفسه ثابت. سواء شغال دوت نت، سواء شغال بي اتش بي لارافيل، فالجي دبليو تي هيكون موجود في اي حاجه من دي. تمام. طيب خليني الاول اعرفكم بنفسي. انا عمرو مصطفى، انا بدرس في كليه هندسه جامعه المنصوره، فرقه رابعه، قسم حسابات ونظم. آه، بالنسبه للتكنيكال كنت بدات فرونت اند من اعدادي هندسه، تقريبا من تقريبا 4 سنين. أنا حاليا في انترنشيب تبع شركة البريزا. كنت برضو كوردينيتور السنة اللي قبل اللي فاتت في كات ريلودد. ده تيم من أكبر التيمات تقريبا عندنا هنا في المنصورة. وحاليا برضو فرونت اند فايس في اي تريبل اي في المنصورة، التكنيكال شابتر. وأخيرا عندي تشانل على يوتيوب اسمها كيب كودينج بالعربي. تمام. بنزل عليها ويب توتوريالز متنوعة، سواء فرونت سواء باك. وخلينا يلا نبدأ في السيشن بتاعتنا. طيب أول حاجة نبدأ نتكلم عنها إيه هو الأوثنتيكيشن. زي ما مكتوب عندنا كده، الفكرة كلها إنك identify who you are. يعني إيه؟ يعني بتعرف نفسك. طيب بتعرف نفسك لمين؟ بتعرف نفسك للسيرفر. تمام؟ فالبروسيس بتاعتنا بتمشي إزاي؟ أنا دلوقتي كعمرو دخلت مثلا على فيسبوك. حلو؟ محتاج إن أنا أساين أب عشان أعمل أكونت. فبعمل إيه؟ بدخل الإيميل والباسورد بتوعي، أو بدخل اليوزر نيم والباسورد، أيا كان الكيس بتاعتنا ماشية إزاي. بعد كده ببعت الحاجات دي في بوست ريكوست، ببعتها ناحية السيرفر. السيرفر بيران الفاليديتورز بتوعه، ايا كان هي ايه هي الكونسترينز اللي هو حاططها على الداتابيس عنده، على اليوزر نيم والباسورد دول. ولو الداتا دي اللي انا بعتها له فاليد، فبيبدا ان هو يخزنها عنده في التيبل الخاص باليوزرز في الداتابيس بتاعته. تمام. البروسيس دي كده اسمها الاوثنتيكيشن، ان انا باوثنتيكيت او بعمل ايدنتيتي لنفسي على السيستم بتاع فيسبوك. تمام. فيسبوك هنا طبعا كمثال، انا بتكلم بشكل عام يعني. حلو كده. طيب يبقى مجرد بس ان انا خدت اليوزر نيم والباسورد بتوعي، بعتهم على السيرفر هناك، هو هيعمل شويه فاليديشنز، هيخزنهم في التيبل الخاص باليوزرز. انا كده خلاص بقيت متسجل هناك على السيستم، وليا كل بقى الداتا بتاعتي وكل الريليشنز مع التيبلز التانية في الداتابيس. يعني مثلا في حاله فيسبوك، الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، فانا هيكون ليا فريندز ليست، مثلا هيكون ليا مجموعه من البوستس، مجموعه من الجروبس اللي انا فيها، مجموعه شاتس، وهكذا. تمام. فالفكره كلها من الاوثنتيكيشن ان انا عايز اعرف او اميز كل شخص عن التاني، لان مش منطقي ان الدنيا تكون مفتوحه كده على بعضها، كل اليوزرز ما لهمش ايدنتي معينه، مفيش حاجه بتميزهم عن بعض، وبالتالي مش هعرف ان انا اميز البوستس اللي هتظهر لعمرو عن اللي هتظهر لمحمد مثلا. تمام. ده كده الاوثنتيكيشن. طيب نروح على الاوثرايزيشن. الاوثرايزيشن لازم تكون رابط في دماغك مصطلح او كلمه، وهي البرميشنز او الاذونات. تمام. الحكايه كلها في الاوثرايزيشن بنتكلم عن ايه الحاجات اللي انت تقدر تعملها، وايه الحاجات اللي انت ما تقدرش تعملها، الحاجات اللي انت ليك عليها اكسس، الحاجات اللي انت مالكش عليها اكسس. بمعنى ان في نفس المثال بتاعنا اللي هو مثال فيسبوك مثلا، انا كعمرو دلوقتي، تمام، لو دخلت على فيسبوك شفت البوست بتاع محمد، حلو كده، هل اقدر ان انا امسح البوست بتاعه؟ يعني هل اقدر اعمل ديليت بوست للبوست بتاع شخص تاني؟ الاجابه انه لا. تمام. طب ليه لا؟ لان انا مش اوثرايزد ان انا
اعمل الريكوست ده، مش authorized ان انا اهيت الاند بوينت بتاعت الديليت بوست بتاع البوست الخاص بمحمد. تمام. فده الاوثرايزيشن، ان في حاجات انا اقدر اعملها وحاجات ما اقدرش اعملها. في اند بوينت اقدر ان انا اهيت الاند بوينت دي او ابعت عليها ريكوست، في حاجات تانية ما اقدرش ان انا اعملها. تمام. والا لو ما فيش اوثرايزيشن فهتلاقي بالتالي ما فيش ابلكيشن اصلا. يعني اي حد يقدر ان هو يخش يضيف اي بوست في اي مكان في اي بروفايل، اي حد يقدر ان هو يخش يابديت البروفايل بيكتشر بتاعت اي شخص تاني، اي حد يقدر ان هو يخش ويمسح البوست بتاعت الناس التانية، وبالتالي طبعا مش هيبقى في ابلكيشن اصلا. تمام. فده كده المصطلح باختصار. طيب نركب الكلام بتاعنا تاني قبل ما نخش على الجي دبليو تي. الاثنتيكيشن انت بتاخد اليوزر نيم والباسورد بتبعتهم على السيرفر، فبتسجل نفسك هناك على السيستم ده عشان يكون ليك بعد كده ايدنتيتي، ويكون ليك التيبلز الثانيه تكون ريليتد بيها. تمام. كل البيانات بتاعتك متخزنه هناك ريليتد باليوزر اللي اسمه عمرو. تمام. ولكن الاوثرايزيشن خاص بالبرميشنز او الاذونات، الحاجات اللي انت تقدر تعملها والحاجات اللي ما تقدرش تعملها. طيب عشان بقى ننفذ الكلام ده كتكنيكاليتي او ككود، هنعمل الكلام ده ازاي؟ عندنا اتنين ابروتش. في ابروتش اسمه السيشنز، في ابروتش تاني اسمه الجي دبليو تي او الجيسون ويب توكنز. تمام. بالنسبه للسيشنز ده الابروتش الاقدم، ده اللي كان الناس شغاله بيه قبل كده. دلوقتي او مؤخرا يعني ظهر الجي دبليو تي، ولكن الاثنين لسه شغالين، مفيش اي مشكله. يعني مفيش حاجه ديبريكيتد، لا الاثنين شغالين، كل واحده ليها اليوز كيسز بتاعتهم. ممكن نتكلم عن الفرق بينهم سريعا، ولكن الفرق بينهم بالتفصيل محتاج سيشن تانية تقريبا. بس سريعا كده او باختصار، يعني ان السيشن اي دي بتمانج الستيت بتاعت اليوزر على السيرفر، ولكن الجي دبليو تي بتمانج الستيت دي على الكلاينت نفسه. تمام. هيوضح الكلام ده دلوقتي لما نتكلم عن الجي دبليو تي. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن جي دبليو تي نوضح ايه هي الستيت بتاعت اليوزر. انا دلوقتي محتاج طريقه تعرف السيرفر لما انا ابعت له ريكوست مين هو اللي بعت الريكوست ده، مين الشخص اللي بعت الريكوست ده. يعني لو انا دلوقتي مثلا دخلت على الراوت في الفرونت اند ابلكيشن بتاعي، دخلت على الراوت بتاع البروفايل. تمام. فانا هشوف البروفايل بتاع مين بالظبط، بتاع انهي شخص، محتاج اعرف الكلام ده. تمام. السيرفر مش هيعرف يرجع لي انهي داتا بالظبط، محتاج اعرف مين اللي بعت الريكوست ده، مين اللي بعت الريكوست بتاع جيت بروفايل انفورميشن مثلا. هيعرف الكلام ده منين؟ فمحتاج ستيت تعرفه مين هو اليوزر اللي باعت لي الريكوست ده، مين هو الكرنت يوزر اللي لوجد ان على السيستم وطالب مني الحاجه المعينه دي. فالستيت دي هي السيشن اي دي في حاله السيشنز لو اتعاملنا بالسيشنز يعني، او هي الاكسس توكن او الجي دبليو تي في حاله الجيسون ويب توكنز. تمام. طيب الستيت دي هنخزنها فين؟ طيب ليه اصلا بنخزنها؟ زي ما احنا عارفين لو رجعنا ورا شويه كده، ان الويب بيشتغل بال HTTP. تمام. الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. طيب ال HTTP ده بيكون stateless. يعني ايه stateless؟ يعني انا لو بعت دلوقتي ريكوست على الاند بوينت معين، تمام، ورجع لي مجموعه من الداتا وبدات ان انا اعرضها عندي، لو جيت بعدها بعت ريكوست تاني، الريكوست التاني ده ملوش اي علاقه بالريكوست الاولاني. تمام. هو مش هيعرف ان عمرو اللي بعت الريكوست الاول وبالتالي عمرو هو اللي هيبعت الريكوست التاني، لا ملوش اي علاقه. كل ريكوست بيكون اندبندنت عن الريكوست التاني. حلو كده. طيب عشان حوار ان ال HTTP ده stateless، فانا زي ما قلت محتاج اخزن state. طيب هنخزن الستيت دي فين بقى؟ ده السؤال دلوقتي. في حاله السيشنز بنخزن الستيت في حاجه اسمها السيرفر ميموري، بنخزن كده، بنعمل زي تيبل بنخزن فيه كل السيشن اي ديز بتاعت اليوزر. تمام. ولكن في حاله الجي دبليو تي، في حاله الجيسون ويب توكن، الحاله بتاعتنا اصلا بنخزن الجي دبليو تي ده على الكلاينت اللي هو البراوزر يعني. تمام. فالجي دبليو تي عباره عن سترينج، هنشوفه دلوقتي بالتفصيل. عباره عن سترينج السيرفر بيديهوني لما انا دلوقتي اول مره خلاص عملت لوجن على السيستم، فالسيرفر خلاص خد اليوزر نيم والباسورد بتوعي، بيرجع لي ايه؟ بيرجع لي توكن، بيرجع لي سترينج. تمام. السترينج ده السيرفر بيقول لي اي ريكوست هتبعته بعد كده ابعته اتاجد بالتوكن ده، ابعت لي التوكن ده اتاجد بالريكوست اللي هتبعته مستقبلا. طب ليه ابعت له التوكن ده؟ عشان اعرف انت مين، عشان اعرف من خلال التوكن ده مين الكرنت يوزر، مين اللوجد ان يوزر اللي باعت لي الريكوست ده، وبالتالي بناء على كده ابدا ان انا اجيب لك الداتا بتاعتك انت، الداتا الخاصه بيك، الداتا اللي انت محتاجها. تمام. فهي دي الستيت اللي احنا محتاجين ان احنا نخزنها في الحاله بتاعتنا هنا على البراوزر او على الكلاينت. التوكن ده بيرجع
ويتخزن على البراوزر. تمام. تخزن فين؟ ممكن تخزنه في الكوكيز، ممكن تخزنه في اللوكال ستورج. حلو كده. طيب في ملحوظة كمان خلينا برضه أقولها قبل ما ننسى، فكرة إن الجي دبليو تي بيشتغل مع الموبايل أبس، ولكن الحالة بتاعت السيشنز أو الكوكيز مش موجودة في الموبايل أبس. تمام. فلازم برضه تاخد بالك من حاجة زي كده وأنت مثلا بتختار لسه يعني. جي دبليو تي بتشتغل على كل الأنواع بتاعت الكلاينت، سواء كان موبايل سواء كان ويب. الكوكيز مش متاحة على الموبايل. تمام. طيب خلينا يلا نشوف إيه هو طيب التوكن اللي إحنا قاعدين نتكلم عليه من ساعتها ده. لو جيت فتحت البراوزر وجيت هنا على الجي دبليو تي، تمام، السيرش جي دبليو تي جيسون ويب توكن، وتخش على اول سايت يظهر لك، فيظهر لنا الواجهه اللي قدامنا دي. هنا نوع الالجوريزم بتاعنا اللي بيهاش. طيب بيهاش ايه بالظبط؟ بيهاش الكلام اللي هنا ده اللي على اليمين، اللي هي الديكودد داتا، بيعمل لها انكريبشن او انكودنج، وبتبقى بالشكل ده. تمام. يبقى انا عندي على اليمين ديكودد داتا، وعندي على الشمال الانكودد داتا. طيب هنا متقسمة لثلاث أجزاء. أول جزء هنا بالأحمر، فلو نلاحظ كده إن إحنا لما هنكود الجزء ده هيبقى السترنج ده، السترنج اللي بالأحمر ده. تمام. لما انكود الجزء اللي هنا ده هيبقى السترنج ده، كذلك برضو مع ثالث جزء. طيب إيه بقى هو الداتا اللي ظاهرة قدامنا دي؟ عندي هنا ثلاث أجزاء. أول حاجة هي الهيدر ده جواه الأج اللي هو الألجوريزم تايب اللي إحنا عاملين هاشنج بيه. زي ما قلت إحنا نقدر إن إحنا نغيره من هنا. تمام. في اغلب الاحيان احنا هنسيبها الديفولت هنا. والتايب بتاع التوكن نفسه احنا هنختار الجيسون ويب توكن، لان ده موضوعنا النهارده. في تايبس تانية من التوكنز على فكره. طيب البيلود ده حاجه مهمه جدا، ده هو الداتا اللي بتعرف السيرفر انت مين. يعني انا قلت خلاص ماشي، السيرفر بيعرفك من خلال التوكن. انا ببعت له التوكن في الريكوست كفرونت اند، انا ببعت ريكوست ببعت التوكن تمام في الهيدرز. بعد كده السيرفر بيعرف انت مين. طب السيرفر بيعرف ازاي؟ بيعرف لان التوكن ده انا مبصيله اصلا وانا بكريته حاجه بتميزني. ايه هي الحاجه دي؟ قد يكون الايميل، قد يكون الاي دي مثلا، اليوزر اي دي، او اي حاجه بتكون مميزه لليوزر عن التاني. تمام، حسب السيستم بتاعك بقى. لكن ملحوظه برضو انك ما تبصيش هنا سنسيتيف داتا. ليه ما تبصيش سنسيتيف داتا؟ يعني مثلا ما تبصيش هنا الباسورد مثلا، ما تحطوش في البيلود بتاع التوكن. ليه؟ لان لو حد وصل للتوكن بتاعك ده، عمل اكسس ووصل للتوكن بتاعك بشكل ما، هو المفروض ان هو مش هيوصل للتوكن يعني، ولكن نفترض ان حد وصل للتوكن بتاعك، فهو يقدر بكل بساطه ان هو يخش على اي ويب سايت، الويب سايت اللي هنا ده، فيعمل ديكود للانكود الداتا دي بتتفك عادي جدا يعني، ده ما فيهاش، مش حاجه سريه. تمام. لو جينا هنا خدنا الكلام ده كده، عملنا له بيست وعملت ديكود، ظهر لنا هنا ايه؟ ظهر لنا الاوبجكت ده. تمام، اللي هو الاوبجكت اللي هنا ده. نفس الكلام بالظبط لو خدت الكلام ده برضه عملت له ديكود، هتلاقيه الاوبجكت بتاع قدامك. تمام. عشان كده بقول انك ما تعملش هنا بقى سنجل باسورد مثلا. حلو كده. طيب الجزء التالت ده لو خدناه ورحنا عملنا له ديكود مش هيتفك. طيب ليه بقى؟ او ايه هو اصلا الجزء التالت؟ خلينا كده الاول نعمل ديكود. تمام. شايفين كده ما طلعناش حاجه مفيده، ما طلعش داتا معينه. تمام. طيب الجزء التالت ده عباره عن ايه بقى؟ بكل بساطه احنا بناخد الجزء الاولاني ده، السترنج اللي بالاحمر، بعد كده السترنج اللي بالبنفسجي ده، نعمل لهم ميكس مع بعض كده، وبنضيف عليهم حاجه اسمها السيجنتشر. السيجنتشر دي اللي هي ممكن نسميها الامضه مثلا بتاعت السيرفر. تمام، حاجه مميزه بالسيرفر ده، او بنسميها كمان السيكريت توكن يعني. تمام. وبيعمل لهم انكودنج بالالجوريزم اللي احنا حاطينه ده. يعني احنا عملنا ميكس ما بين كل الكلام اللي هنا ده، عملنا ميكس ما بين الهيدر الالجوريزم اللي معانا، ما بين السيجنتشر، وضفنا كمان البيلود. تمام. طلع لنا الجزء الثالث ده. فالجزء الثالث ده مش بيتفك. حلو. طيب ايه هي السيجنتشر دي او بنجيبها منين؟ ممكن تحط هنا اي حاجه تكون، هتحط طبعا حاجه صعبه يعني، بس احنا في الحاله بتاعتنا هنا اقول له مثلا دي this is secret this is توكن مثلا. تمام. طبعا انت ما تكتبش كده، انت هتكتب سترينج مثلا طويل. تشوف اي باسورد جنريتور مثلا، او مثلا باستخدام حاجه زي بيكريبت، طلع سترينج يكون عشوائي، مجموعه حروف عشوائيه، حاجه صعبه يعني من الاخر، وحطها هنا كسيكريت توكن. تمام. حتى هنا هو بيقول لي ان ده ويك سيكريت، سيكريت ضعيف يعني. تمام.
بس باختصار يعني السيكريت توكن ده هو عباره عن السيجنتشر بتاعت السيرفر. فالعكس بقى اللي بيحصل، عكس الكلام اللي حصل دلوقتي ده، عكس الديكودنج بيحصل لما ابعت من الفرونت. السيرفر بيعمل ايه بقى لما يجيله التوكن ده؟ لما يجيله الانكودد سترينج ده، يبدا ان هو يشوف الالجوريزم اللي انا عامل بيه التوكن، يبدا ان هو معاه اصلا السيكريت توكن، معاه السيجنتشر بتاعته، تمام. فبيبدا ان هو يفيريفاي التوكن ده، شوف التوكن ده فاليد ولا لا، التوكن ده انا اللي عامله، السيرفر ده انا اللي عامله ولا لا. لو invalid هيرجع لك انك unauthorized، انت مش من حقك انك تشوف الحاجه دي، مش من حقك انك تبعت الريكوست ده، تمام. طيب لو valid خلاص هيسمح لك انك تاكسس او تهيت الاند بوينت دي، تمام كده. طيب بيتخزن فين؟ طيب التوكن سيكريت ده بيتخزن على السيرفر بس، السيرفر بس بيكون عارفه، تمام. لان لو انت ليك اكسس عليه، لو الكلاينت ليه اكسس عليه بشكل ما مثلا، وحد قدر ان هو يوصل للسيكريت توكن، فمن خلال السيكريت توكن ده يقدر ان هو يفك التوكن بتاعك يعني، تمام، ويقدر ان هو يوصل للداتا بتاعتك. ملحوظه مهمه بقى ان التوكن ده، التوكن بتاعك ده، لو حد اكسسه فهو بيتعامل مع السيرفر اكنه انت بالظبط، تمام. يعني لو حد معاه التوكن بتاعي، هو اكنه لوجد ان، اكنه عمرو، فهو شايف كل الحاجات اللي انا اقدر اعملها، كل الريكوست اللي انا اقدر اعملها هو كمان يقدر يعملها. وبالتالي التوكن ده حاجه مهمه، حاجه مهمه ان هو يكون سكيور، تمام، خزنه بحيث ان مفيش حد يقدر ان هو ياكسسه. حلو كده. طيب خلينا برضو قبل ما نقفل الجزئية دي نتكلم عن البيلود بتاعنا، تمام. السب ده او السبجكت ده خاص باليوزر اي دي، تمام. النيم احنا اللي هنحط البيلود ده، فدي مش حاجة ثابتة يعني. عندنا هنا الاي ات او الايشود ات، الايشود ات ده هو الزمن اللي كاريت فيه التوكن، تمام. طيب ليه محتاجين الزمن ده؟ عشان عندنا حاجة اسمها ريفريش توكنز هنتكلم عليها قدام شوية. بس باختصار يعني خليك فاكر كده ان الاي ات هي ايشود ات، وهي الزمن اللي كاريت فيه التوكن بتاعنا، تمام. ده كده كل حاجه خاصه بال الجي دبليو تي، بيتكون من ايه وشكله عامل ازاي يعني، تمام. طيب المفروض دلوقتي بقى ان احنا نبراكتس على الكلام ده كله ونشوفه من خلال الكود عشان الدنيا توضح بشكل اكبر. بس خلينا الاول اشوف كده في الكومنتس مثلا لو في اسئله او حاجه. طيب تمام، خلينا نكمل. هنبدأ دلوقتي في الجزء الخاص بالكودينج بتاعنا، نبدأ إن إحنا نبراكتس على كل الكلام ده، تمام. طيب مبدئيا أنا عندي أبلكيشن هنا، أنا مش هبيلد كل الكلام ده فروم سكراتش لأن هياخد وقت مننا كبير، بس أنا عندي أبلكيشن باختصار من غير الأوثنتيكيشن ومن غير الأوثرايزيشن. هنبدأ من خلال السيشن النهاردة إن إحنا نضيف الأوثنتيكيشن والأوثرايزيشن في الأبلكيشن ده، تمام. فخلينا الأول أعمل أوفر فيو برضه عليه بحيث إنك تكون متابع معايا أو فاهم إيه اللي بيحصل معانا دلوقتي وإيه اللي إحنا نقدر نعمله. أنا عندي هنا السيرفر ده، السيرفر بتاع النود جي اس، تمام. طبعا شغالين اكسبريس. طيب السيرفر ده عندي هنا راوتس خاصة بالنودز، تمام، وبيكونكت على مونجو دي بي داتابيس، طبعا عبارة عن نو سيكوال داتابيس، تمام. طيب يبقى أنا عندي هنا الاند بوينت الخاصة بالنودز. لو رحت كده على النودز راوتس نلاقي إن إحنا عندنا الكراد أوبريشن كلها، عندنا الجيت نودز دي بتجيت أول نودز، تمام، بيرجع لي كل النودز. هنا بتقدر إنك تكريت نود مثلا من خلال الأبلكيشن ده، بعد كده تقدر إنك تجيت سنجل نود، تابديت نود، وكمان تديليت النود، تمام. كراد اوبريشن عاديه جدا على نودز، ده عباره عن نودز ابلكيشن، مثلا ممكن تتخيل ان ده جوجل كيب. حلو. طيب خلينا نشوف كده الكنترولرز، هنلاقيها برضو بسيطه يعني ما فيهاش شغل كتير. عاملين هنا كنترولر لكل آه، لكل اند بوينت يعني، تمام، او لكل ميثود من الراوتس بتاعتنا. هنا جيت نودز، فبنبدا ان احنا نسيرش من خلال السكيما اللي اسمها نود دي ونجيب كل النودز بتاعتنا ونرجعها، تمام. وهنا برضو الجيت سنجل نود والكرييت نود، نبدا ان احنا نكريت النود. طبعا بناخد الداتا من الريكوست دوت بادي، تمام. مش عايز اتعمق قوي في الكود بتاع نود جي اس لان احنا بنتكلم هنا بشكل عام يعني، عشان لو حد برضه شغال بي اتش بي مثلا يكون متابع معانا. وعندك الابديت نود وعندك هنا الديليت نود، تمام. طيب ودي برضه عباره عن النود موديل، كل نود ليها تايتل وليها ديسكريبشن وليها كولر،
شويه حاجات يعني خاصه بالنود، created ad طبعا، واليوزر اي دي. طيب خلينا نفتح بوست مان كده. انا دلوقتي مش معايا لسه فرونت على الابلكيشن ده، بس هفتح بوست مان وابدا ان انا تيست الابلكيشن كده، واوضح لك المشكله بتظهر فين بالظبط. طبعا بوست مان لو حد ما يعرفوش يعني، هو بوست مان بتقدر انك تتست بيه الاند بوينتس بتاعتك. تمام. تقدر تعتبره كبراوزر او كفرونت اند يعني، تقدر انك تبعت بيه ريكويست، تقدر تعمل بيه حاجات تانية كمان، بس يعني ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. تمام. فانا عندي هنا مجموعه من الاند بوينتس اللي انا اقدر اعمل لها هيت، او اقدر ابعت عليها ريكويست. عندي هنا الميثود بتاع ريكويست عباره عن جيت ريكويست. تمام. وببدا ان انا اكسس الراوت بتاعي او الاند بوينت بتاعتي اللي هي النودز. تمام. وابعت سند. طبعا دلوقتي هيريجكت يعني، ليه؟ لان انا ما شغلتش السيرفر. فهاجي هنا الاول اقول له ان ام ران ستارت. دلوقتي كده مشغل السيرفر، ويقول لك اهو سيرفر از اب اند راننج، السيرفر شغال على بورت 3000، والمونجو داتابيز بتاعتنا كونكت. تمام. طيب هبعت تاني نفس الريكوست، فبدأ هنا ان هو قال لك سكسس بترو. تمام. والداتا بتاعتك بامتي اري، امتي اري لان لسه ما عنديش اي نوتس. طيب خليني دلوقتي كده اروح اكريت نوت، فهندخل اليوزر اي دي والديسكربشن والتايتل. تمام. اي بيانات مش هتفرق معانا يعني، من خلال البادي هنا بنبدا ان احنا ندخل الداتا بتاعتنا، بنعمل سند ريكوست. تلاقي عندك قال لك ماشي سكسس بترو، وبعد كده رجع لك الداتا اللي هي النوت اللي لسه متكريتها دلوقتي. تمام. طيب لو جيت دلوقتي على جيت اول نوتس مره ثانيه، فالمفروض ان هو هيرجع لي النوت اللي احنا لسه مكريتينها، رجعت فعلا هنا. تمام. طيب خليني كده اخد اليوزر اي دي بتاعها، اخده كوبي واحطه على الابديت او حتى الديليت. خلينا كده نمسح النوت دي، احطه هنا في الاند بوينت. تمام. ابدا ان انا اعمل send request على الديليت، فقال لك success true خلاص، والداتا رجع لك empty object. لو جيت تاني get all nodes مش هنلاقيها. تمام. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان في مشكله كبيره هنا، ان الابلكيشن ده اي حد يقدر ان هو يضيف نوت، اي حد يقدر ان هو يمسح نوت، اي حد يقدر ان هو يعدل على النوت. ده مش منطقي. أنا محتاج ان كل واحد يقدر ياكسس النوتس بتاعته هو بس، يقدر يعدل على النوتس بتاعته هو بس. يعني تخيل كده انت دلوقتي فاتح مثلا، خلينا نروح مثلا على نوشن. تمام. فاتح نوشن وعامل بيج معينه، لقيت في شخص دخل على نوشن وعدل في البيج بتاعتك انت، او على فيسبوك مثلا حد عدل على البوست بتاعك انت. ده مش منطقي. تمام. محتاج حاجه كمان، محتاج لاير كمان او ستيت تعرف السيرفر انت مين، وبناء عليه تقدر انك تعمل شويه الفاليديشن دي بقى، تتشيك ساعتها بقى وانت بتكريت نود مثلا، تتشيك مين اللي بيكريت النود دي. تمام. وانت بتديليت النود هتتشيك مين اللي باعت لك الريكوست بتاع ديليت نود، تتشيك اذا كان هو اوثرايزد ان هو يعمل حاجه زي كده ولا لا. تمام. عشان كده بنلجأ للاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. تقريبا كل الابس يعني مهتمه او مهم ان هو يكون فيها اوثنتيكيشن واوثرايزيشن. تمام. طيب خلينا يلا نبدا بقى في الكودينج. احنا خلاص عرفنا المشكله بتاعتنا فين. نبدا طبعا اول حاجه ان احنا نكريت الاند بوينت الخاص باليوزرز. فهاجي هنا اقول له اد دوت يوز. تمام. استخدم الراوت الخاص باليوزر. لو الكلام ده مش واضح قوي، لو حد مش شغال نود، فمش مهم انك تفهم ده، المهم هو اللوجيك نفسه اللي هنعمله دلوقتي. تمام. انا هقول له هنا نشيل بقى النودز خلاص ونخليها يوزرز. دلوقتي محتاج ان انا اشتغل على الريجستر واللوجن. تمام. هقول له هنا يوزرز، وهبدا ان انا امبورت اليوزرز دي، وانا لسه ما كريتهاش اصلا، ما عملناهاش كرييشن يعني، بس هعمل لها امبورت بعد كده اروح كريت. تمام. هاجي على الراوتس اقول له users دوت جي اس. تمام. طيب users دوت جي اس هنعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه محتاجينها ان احنا هنمبورت اكسبريس. تمام. بعد كده هكريت الراوتر بتاعي، اقول له راوتر بيساوي اكسبريس دوت راوتر. بعد كده هبدا ان انا كريت الراوتس بتاعتي، اقول له راوت، وبصير هنا بقيه الاند بوينت. اقول له هنا ريجستر، واحده للريجستر وواحده كمان للوجن. تمام. دي عباره عن بوست ريكوست الميثود بتاعي. طيب لما ابعت بوست ريكوست على الريجستر، ايه اللي هيحصل او ايه الكنترولر اللي هيشتغل؟ انا هسميه ريجستر في الحاله بتاعتنا. تمام. طيب نفس الكلام بالظبط، بس هعمل واحده كمان للوجن. بعد كده نعمل لهم اكسبورت. تمام. ليه عملنا اكسبورت؟ عشان استخدمه هنا في السيرفر، عشان استخدمه هنا.
تمام. فاللي بيحصل دلوقتي ان انا هيت الاند بوينت اللي هي بتقول اي بي اي فيرجن 1 يوزرز، كمل بقى معايا كده، ريجستر. تمام. لما هيت الاند بوينت دي كلها كده الكنترولر ده هيشتغل. طيب لو عملت ريكوست بوست ريكوست على الاي بي اي فيرجن 1 يوزرز بعد كده لوجن، هتلاقي اللوجن كنترولر ده هو اللي هيشتغل. حلو. طيب خلينا يلا نكريت بقى الكنترولرز دي. قبل ما اروح اكريتها برضه هعمل لها هعمل لها الاول امبورت يعني بالشكل ده. طبعا جاب لك ايرور لان هم لسه مش موجودين اصلا. تمام. فتعال نروح نعملهم في الكنترولرز هنا. ابدا ان انا كريت يوزرز دوت في اس بالشكل ده. تمام. هنا بس دلوقتي نعملهم اتنين فانكشن، نعمل لهم اكسبورت. نعمل واحده للريجستر بالشكل ده، واحده ثانيه للوجن. تمام. مش محتاج اكتر من كده دلوقتي. طيب قبل بقى ما نشتغل على اللوجيك بتاع الكنترولرز بتاعتنا، محتاجين اصلا ان احنا نكريت اليوزر سكيما في الداتابيس. تمام. يعني مش منطقي ان انا هبدا اتعامل دلوقتي في الكنترولر ده مع اليوزر، واليوزر اصلا مش متخزن هناك او مفيش تيبل اسمه يوزرز في الداتابيس، فانا هعمل ده دلوقتي برضه. تمام. هنعمل ده ازاي في نود جي اس في مونجو. هاجي هنا على الفولدر اللي اسمه مودلز، وابدا ان انا كريت فايل اسمه user.js. اليوزر هنا بادئه طبعا بأبر كيس، ده النيمنج كونفنشن يعني بتاع المودلز وانت بتسميها. تمام. طيب اول حاجه امبورت نجوز. النجوز دي عباره عن او ار ام. تمام. بتسهل لك التواصل او التعامل مع الداتابيز اللي اسمها مونجو. حلو كده. طيب هنكريت اليوزر سكيما بتاعتنا بالشكل ده. هتقول له يوزر سكيما، بعد كده تقول له نجوز دوت سكيما. ونبصي هنا بقى ايه الفيلدز بتاعتنا. اول حاجه انا محتاجها هي الايميل. التايب بتاعه تقدر تحط كل الكونسترينتس بتاعتك هنا. التايب بتاعه مثلا هيكون string، وهنحط له برضه required ب true. تمام. دي المسج اللي هتظهر لو انت ما بصيتش الايميل. طيب خلينا نعمل كمان واحد للباسورد. التايب بتاعه string و required true. تمام. بعد كده الكرييتد ات، التايب بتاعها date والديفولت فاليو بتاعتها، عشان لو انا ما عملتش بروفايد للكرييتد ات بروبرتي دي، الديفولت فاليو هيكون date دوت now. تمام. اللي هو الوقت اللي انا واقف فيه دلوقتي. خلينا يلا نقفل السكيما. طيب بعد ما عملت السكيما ما تنساش انك تعمل اكسبورت. اعمل لها اكسبورت عشان اقدر ان انا استخدمها هناك بقى في الكنترولرز مره ثانيه. تمام. طيب نرجع يلا على الكنترولر بتاعنا. ابدا ان انا import user اللي انا لسه مكريته دلوقتي from المودلز دوت يوزر. تمام. وخلينا يلا نبدا بالريجستر. الريجستر دلوقتي او الساين اب هو نفس الحاجه يعني. ايه اللي انا محتاجه فيه؟ محتاج ان انا اخد ايميل وباسورد، اعمل عليهم شويه فاليديشن. تمام. بعد كده ابدا ان انا اسيبهم هناك في الداتابيس بتاعتي. فاول خطوه محتاجينها ان احنا نعمل الفاليديشن ده. اعمله ازاي؟ اقول له كونستنت اخرج الايميل والباسورد دول من الريكوست والبادي. تمام. دول مبعوتين لي اصلا في الريكوست للفرونت اند جايبه لي. هتشيك الاول اذا كانوا هم موجودين هم الاثنين ولا لا، عشان لو مش موجودين هرجع له ان في حاجه منهم ناقصه. فبالشكل ده كده تشيك لو مفيش ايميل او لو مفيش باسورد، ترجع له ساعتها باد ريكوست 400 يعني باد ريكوست، هتقول له بليز بروفايد الميل والباسورد بتوعك. تمام. طيب نفترض ان هو خلاص عامل باسنج للاثنين، بس انا محتاج افاليديت اكتر من كده. فعندنا حاجات كتير نقدر نفاليديت بيها. عندنا حاجه اسمها اكسبريس فاليديتور، عندنا حاجه اسمها فاليديتور، عندنا جوي، عندنا ياب، عندنا حاجات كتير فعلا للفاليديشن يعني. عندك انك تعمله اصلا انت تمبلمنت الفاليديشن بتاعك يعني لو انت عايز حاجه سبيسيفيك. تمام. بس في الحاله بتاعتنا احنا هنا هنستخدم حاجه اسمها فاليديتور. فيها امبورت الفاليديتور فروم فاليديتور. تمام. طيب فاليديتور طريقه عملها يعني او الطريقه اللي انت بتتعامل بيها سهله جدا. اول حاجه تشيك، هتقول له كده فاليديتور از ايميل بس، وتبص له الايميل بتاعك هو يقول لك بترو ولا بفولس. تمام. فانا هتشيك لو الايميل بتاعي فيه مشكله ما، لو هو مش ايميل از نوت ايميل يعني، لان انا حاطط هنا الاكسبلينيشن مارك دي او علامه التعجب يعني. تمام. فانا بنفي الاكسبريشن اللي هنا ده.
فهقول له لو الايميل بتاعك غلط فهتقول له انك بليز بروفايد فاليد ايميل. تمام. طيب خلينا نعمل تشيك كمان على الباسورد. عندك حاجه اسمها سترونج باسورد. اف قول له validator is string password بالشكل ده كده، وتضيف له الباسورد بتاعك. في حاله ان هو الباسورد ويك او ضعيف فهترجع له المسج دي. تمام. طيب نفترض خلاص ان هو عمل باسنج او باسد خلاص من كل الفاليديشنز بتاعتنا دي. ابدا بقى ان انا خلاص اتعامل مع الموديل بتاعي. تمام. طيب عشان اتعامل مع الموديل فانا هتعامل دلوقتي مع حاجه بعيده مع الداتابيز اللي هي اصلا هتكون هوستد غالبا على الكلاود، فهتاخد شويه وقت. الداتابيز محتاجه شويه وقت حسب سرعه النت وحسب حاجات كتير جدا، حسب الامبلمنتيشن بتاعها نفسه. تمام. عشان كده هنحط الكلام ده في تراي كاتش لانه ممكن يفيل اصلا. تمام. محتاج انك تهندل كل الايرورز بتاعتك، فتحط يلا التراي كاتش بتاعتك. جوه التراي بقى تبدا انك تحط الكود بتاعك. اول حاجه هنتشيك عليها لا اذا كان اصلا اليوزر ده موجود، لان لو هو موجود فانا مش محتاج ان انا اكريته مره ثانيه. يعني لو انت عملت ساين اب بايميل معين، جيت تعمل ساين اب بنفس الايميل فيرجع لك ان الايميل ده استخدم قبل كده. تمام. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. هعمل variable هسميه مثلا user exists. تمام. اقول له await. هنا async برضه، لو ما حطيتش الاسync طبعا الاويت مش هتشتغل. ليه؟ طيب مستخدمين async await لان احنا بنتعامل مع الداتابيز زي ما قلت ايه حاجه اصلا بتاخد وقت، حاجه asynchronous. تمام. فتقول له await وبعد كده تعامل بقى يلا مع الموديل. تقول له user dot find one. عندنا هنا ميثود اسمه find one. كل الكلام ده خاص بمنجوز نفسه. تمام. هتبص له هنا ايه؟ هتبص له الحاجه اللي هو بيختار على اساسها. نختار على اساس ايه؟ نختار على اساس الايميل. تمام. هيرجع لك هنا ايه دلوقتي؟ هيرجع لك اوبجكت. تبدا انك تتشيك فتقول له اف الاوبجكت ده موجود، يعني لو في فعلا يوزر فساعتها اليوزر ده موجود خلاص. هترجع له ايه؟ هترجع له ان اليوزر اوريدي اكزيست. هترجع له 400 الستيتس، هترجع له ان ده باد ريكوست انك تجرب يوزر تاني او تجرب ايميل تاني. تمام. طيب نفترض ان خلاص اليوزر لا اليوزر فعلا اول مره يسجل عندي الايميل ده اول مره يجي لي. فمحتاجين دلوقتي ان احنا نخزن يلا اليوزر والباسورد. طيب نيجي بقى لحته مهمه، حته تخزين الباسورد. هل منطقي ان انا اخزن الباسورد بتاعي في الداتابيز بالشكل اللي هو جاي لي عليه؟ يعني مثلا لو الباسورد 1 2 3 4. تمام. هل اخزنه في الداتابيز عندي كبلين تكست؟ اخزن 1 2 3 4؟ طبعا مشكله كبيره جدا وفيها مشاكل في السكيورتي، يعني لان لو حد حصل بريتش او حد اكسس الداتابيز دي فيقدر ان هو يشوف كل الباسوردز بتاعت كل اليوزرز اللي عندي على السيستم. تمام. فدي مشكله كبيره جدا. محتاجين ان احنا نانكريبت الباسورد دي، نهاش الباسوردز بمعنى اصح. تمام. فهنعمل هاشنج للباسورد ازاي؟ عندنا اكتر من طريقه واكتر من لايبراري برضه بتعمل الحاجات دي، او اكتر من سيلف بارتي لايبراري يعني. واحده من اشهرهم حاجه اسمها بيكريبت. تمام. فهنبدا ان احنا يلا نimporт بيكريبت. طبعا كل الكلام ده انا عامل له انستليشن قبل الفيديو، فانت هتعمل npm install بيكريبت ونpm install validator. تمام. في التيرمينال يعني، بس عشان ما ياخدش وقت فانا عملته قبل السيشن. تمام. import بيكريبت from بيكريبت بالشكل ده. تمام. طيب بكريبت دي توفر لك حاجه اسمها generate salt. ايه هي الجنريت سولت دي؟ هتكلم عليها دلوقتي. يلا اعمل variable اسمه salt. تمام. وهقول له await decrypt dot generate salt او gen salt. تمام. اللي هي اختصار generate salt يعني. بتاخد منك ايه؟ بتاخد منك عدد البيتس اللي السالت ده هيتكون منها. طيب يعني ايه بقى السالت ده او ليه بنستخدمه؟ السالت اللي هي كلمه ملح يعني ترجمتها، بس طبعا ملهاش اي علاقه بالكونتكست بتاعنا يعني. بس الفكره من السالت ان دلوقتي لو انا عندي شخصين. تمام. شخص ايه ده دخل الباسورد بتاعه 1 2 3. تمام. هعمل له هاشنج باستخدام بكريبت، فهيطلع لي هاش معين. هنفترض مثلا يطلع لي هاش بتاعه حاجه بالشكل ده. تمام. طيب عندي شخص تاني، شخص بي، دخل الباسورد بتاعه 1 2 3 نفس الباسورد بالظبط دخله. فلما اعمل له هاشنج هيطلع برضه هيطلع نفس الكلام ده. تمام. طيب انا محتاج ان الموضوع ده ما يحصلش. انا محتاج ان الهاشنج بتاع كل واحد فيهم يكون مختلف عن التاني عشان نزود السكيورتي اكتر. فهنعمل حاجه زي كده ازاي؟ بكل بساطه ان احنا هنضيف الاول على ال1 2 3 دي مجموعه من البيتس العشوائيه بنسميها السالت. يعني 1 2 3 هنضيف عليها السالت العشوائي اللي هو مثلا بالشكل ده. تمام. بعد كده هنعمل هاشنج فهيطلع لي بعد الهاشنج هيطلع لي حاجه زي كده. حلو.
طيب الشخص التاني اللي هو الشخص B لما يعمل 1 2 3 ضيف عليه سلط مختلف تماما، حاجه زي كده، وبالتالي دلوقتي بقى في اختلاف ما بين شخص A والشخص B. السترنج ده غير السترنج اللي هنا ده، تمام؟ هما متشابهين بس في الباسورد نفسه. فلما اعمل هاشنج للكلام ده هيطلع لي هاش باسورد مختلف تماما. حلو. فده اللي احنا محتاجينه، ده الفكره كلها من السولت، ان انت بتضيف حاجه الاول مختلفه عشان لما تعمل هاشنج يطلع لك هاش باسورد مختلف. لكن لو عملت الهاش او الهاشنج على الواحد اتنين تلاته هيطلع لك كده، وبالتالي هيطلع كده كل مره تعمل هاشنج على واحد اتنين تلاته هيطلع لك نفس الهاش. تمام. فدي الفكره كلها من السولت يعني. تقدر انك تغير في عدد البيتس هنا، ولكن هنخليها 10 لان هي بتاخد وقت، احنا مش محتاجين ان هي تاخد وقت معانا دلوقتي يعني، فهنحط 10. وعشان هي بتاخد وقت برضه، كلمة بتاخد وقت دي لو تلاحظ بكررها كتير يعني، فهتحط await. تمام. طيب دي كده الفكرة من السولت. خلاص انا عملت السولت، هبدأ ان انا كريت كونستنت اسميه هاش باسورد، وهقول له بكريبت دوت هاش، هبصلها الباسورد هبصلها السولت، هبصلها لواحد اتنين تلاتة والسولت كمان. فهو هيعمل البروسيس اللي انا لسه شارحها دلوقتي دي، هيعمل ما بينهم كونكاتينيشن، بعد كده يبدأ ان هو يهاش الكلام ده. دلوقتي بقى عندي الهاش باسورد. تمام. خلاص انا عندي الايميل وعندي الهاش باسورد، اتاكدت ان كل الامور بتاعتي تمام، فابدا ان انا اكسس الداتابيس واسيفهم هناك. تمام. هعمل فاريبل اسمه مثلا ممكن نسميه سيف يوزر، اليوزر السجل يعني في الداتابيس هناك. تمام. بالشكل ده. اقول له اويت، اي تعامل مع المنجوز هتقول له اويت الاول. تمام. اويت. بعد كده هتقول له، ممكن اعملها بطريقه تانية كمان غير كده، ممكن اقول له مثلا اويت نيو يوزر. تمام. واحط له الايميل والباسورد واقول له سيف في الاخر بالشكل ده. تمام. طيب الايميل مكتوبه مره واحده كده، دي كده معناها ايميل. بس في الجافا سكريبت لو انت عندك في الاوبجكت الكي والفاليو نفس الحاجه، فانت تقدر تستغنى عن واحد منهم بالشكل ده. لو عملت كده معناها باسورد هيكون بالباسورد نفسه، بس انا عايز اخزن الهاش باسورد مش الباسورد، عشان كده بنضطر ان احنا نكتب هنا الهاش باسورد. تمام. طيب دلوقتي بقى عندي الاوبجكت بتاعي اللي هو الايميل والباسورد اللي انا محتاج اسيبهم في الداتابيس. محتاجين ايه كمان بقى قبل ما نرجع الستاتس بتاعتنا ب 200 ونقول له خلاص ان انت الساين اب بتاعك تم بشكل ناجح او انت خلاص سكسسفول. محتاجين ان احنا نرجع التوكن. نفتكر بقى التوكن، الموضوع بتاعنا اصلا ان احنا محتاجين نرجع التوكن عشان بعد كده، بعد خلاص انت عملت لوجن على السيستم عندي، اي ريكوست هتبعته لي ابعت لي التوكن ده اتاجد بالريكوست عشان اعرف انت مين. بس دي الفكره كلها من التوكن. هنرجع التوكن ازاي؟ محتاجين قبل ما نرجع التوكن ان احنا نكريت التوكن اصلا. تمام. عشان نكريت التوكن احنا هنكريته في حالتين، هنكريته في حاله الساين اب وهنكريته في حاله اللوجن. فانا هعمل فانكشن بدل ما نعيد نفسنا او نكتب اللوجيك بتاعنا مرتين يعني، اطلع فوق هنا كده وهعمل فانكشن خاصه بالجنريت توكن، اسميها جنريت توكن فعلا. تمام. تاخد مني الاي دي ده اللي هو البيلود يعني اللي احنا هنستخدمه، وبتريتيرن الكلام ده. تمام. جي دبليو تي دي عباره عن لايبراري برضو انا لسه عامل لها انستليشن. هنمبورت الجي دبليو تي فروم جيسون ويب توكن، هتعمل اند ام انستول جيسون ويب توكن في التيرمينال هنا. تمام. عشان تنستول الباكج دي، وبعد كده هتمبورت منها الجي دبليو تي. الجي دبليو تي دي بتديك اكتر من ميثود، اهمهم او اللي هنستخدمهم هم الساين والفيريفاي. الساين اللي انت لسه دلوقتي بتكريت التوكن بتاعك. تمام. الفيريفاي العكس بقى، انت خلاص جالك اصلا الريكوست وانت بتفيريفاي اذا كان التوكن ده فاليد ولا لا، اذا كان السيرفر انا اللي عامله ولا لا. تمام. طيب اول حاجه في الساين هي الاي دي، ده كده البيلود اللي كان هنا لو نفتكر كده مع بعض، اللي هو البيلود اللي هنا ده انا بصيله الاي دي، حاجه تكون يونيك، حاجه اقدر ان انا كسيرفر اعرفك منها بعد كده. تمام. كنت باصي الايميل عادي ما فيهاش مشكله يعني. طيب تاني حاجه هنا هي السيجنتشر او الجي دبليو تي سيكريت. انا هنا حاطه في environment variable في الفايل ده. تمام. الجي دبليو تي سيكريت بصيله هنا، طبعا انا قلت لك ممكن تصعبه عن كده يعني، ممكن تستخدم سكريبت ان هي تطلع لك حاجه صعبه، ولكن انا محتاج ان انا احطه في الدوت اي ان في، لان دوت ان في ده ما بيحصلوش بوش على جيت هاب، فانا مش محتاج طبعا ان حد ياكسس ده. لو حد اكسس ده يبقى انت كده كل الداتا بتاعتك بره. تمام. عشان كده بتحطه في دوت اي ان في. دوت اي ان في ده محطوط هنا في الجيت اجنور. تمام. هنا اهو. وبالتالي لما تعمل بوش على الجيت هاب للكود بتاعك محدش يقدر ان هو يشوف الكلام ده، الفايل ده مش هيتشاف اصلا، مش هيحصل له بوش على الجيت هاب. تمام.
اي حاجه مهمه طبعا الكونكشن يو ار ال بتاعنا برضو محتاج انك تحطه هنا في الدوت ان في. ليه؟ لان فيه الباسورد ده. تمام. ده الباسورد بتاع الداتابيز نفسها، مش محتاج ان حد يكون ليه اكسس على الباسورد ده، وبالتالي يكون ليه اكسس على الداتا بتاعتك كلها، على الداتابيز يعني. تمام. طيب تالت حاجه بتاعتنا او تالت حاجه معانا يعني هي الاوبجكت ده، بتحط فيه مجموعه من الاوبشنز. نلاحظ هنا ان محطوط حاجه اسمها expires in. expires in يعني ايه؟ يعني زي ما قلت، وانا اصلا بكريت التوكن، بيكون في حاجه اسمها الاي ات اللي هي الايشود ات، هو اتكريت في اللحظه دي. تمام. expires in بقى معناه ان هو هيخلص او هينتهي او هيبقى invalid في اللحظه دي. فلو انا مثلا حطيت هنا 10 ثواني مثلا، تمام، بعد 10 ثواني التوكن بتاعي ده هيكون invalid، هيطلب مني او هيقول لي ان انت unauthorized، ان انت تشوف الريسورس ده مثلا. تمام. فدي هي المده الزمنيه اللي بعدها التوكن هيكون invalid. طيب ممكن اخليها دلوقتي زي ما كانت عادي. تمام. دي كده الفانكشن اللي بتجنريت التوكن، بوصلها الاي دي، هي بترجع لي هنا ايه؟ بترجع لي التوكن بعد ما اتكريت. تمام. طيب نرجع يلا للكنترولر بتاعنا مره ثانيه. هعمل هنا فاريبل اسميه توكن، اقول له جنريت توكن وبصيله الاي دي. تمام. سيف يوزر، اليوزر اللي انا لسه مسيفه ده، خلاص بعد ما يتسيف هيكون في حاجه اسمها اندرسكور اي دي. ده كده الكونفنشن بتاع مونجوز نفسها. تمام. او بتاع مونجو دي بي يعني. لو رحنا على مونجو دي بي، بس اعتقد ان هي تاخد وقت مننا. لو رحنا على هنا مثلا على بوست مان، تمام، بص كده على الاي دي هنلاقي ان في هنا اندرسكور بعد كده اي دي، مش محطوط اي دي على طول. تمام. فحسب الداتابيز بتاعتك يعني، شوف الاي دي مكتوب ازاي واستخدمه. فانا محتاج ان انا اخد الاي دي ده واحطه هنا ايه في الجنريت توكن ده. خلاص هيرجع لي هنا توكن. خلاص انا كده خلاص كريت اليوزر بتاعي اتسيف هناك في الداتابيز، عملت له سيف من هنا اهو، وعملت التوكن. فهرجع لليوزر بتاعي، هرجع للكلاينت، هبعت له ايه بقى في الريسبونس؟ هقول له ان 200 خلاص اوكي تمام، والمسج ان خلاص انت خلاص ريجسترد بشكل سكسسفولي، وهرجع له كمان التوكن. التوكن ده بقى هناك في الكلاينت في الرياكت اب مثلا او ايا كان مستخدم فريم ورك ايه، بيبدا ان هو يبعته لك في اي ريكوست بعد كده مستقبلا يعني. تمام. ده كده الريجستر. طيب خلينا نكاتش يلا الايرور. لو حصل اي ايرور بقى تقول له ايه؟ هتقول له internal server error، ترجع له ب 500. تمام. ده كل حاجه تقريبا محتاجينها في الريجستر. حد عنده اي مشاكل طيب في الكلام ده؟ خليني كده اشوف الكومنتس. طيب خلينا يلا نكمل. هنشتغل دلوقتي على اللوجن. هي شبه جدا الريجستر. اول حاجه محتاجين نعملها في اللوجن برضو ان احنا هنتشيك ونعمل الفاليديشن بتاعتنا. فهنجيب الاول الايميل والباسورد المبعوتين دول، هنخرجهم من الريكوست دوت بودي. تمام. بعد كده اقول له لو هم مش موجودين فهترجع لي انك طالبهم مني. طيب بعد كده هتشيك اذا كان الايميل ده موجود ولا لا. تمام. طيب مش محتاج هنا بقى ان انا اتشيك اذا كان الباسورد ده سترونج ولا لا. ليه؟ لان هو خلاص هو اصلا حصل له الفاليديشن ده في الساين اب. فلو هو سايند اب سكسسفولي فبالتالي هينجح في الاختبار التاني بتاع اللوجن. تمام. طيب هبدا ان انا اعمل تراي كاتش عشان اكسس اليوزر بتاعي، اليوزر موديل. جوه التراي كاتش هبدا برضه اول حاجه ان انا اتشيك اذا كان اليوزر ده موجود ولا لا. تمام. له خلينا نعمل كونسنت، اسميه يوزر exists. نويت. بعد كده اقول له يوزر دوت فايند 1 وابصي له الايميل. تمام. طيب لو اليوزر بتاعنا مش موجود فهترجع له ايه؟ ترجع له انك invalid credentials. مش شرط بقى تقول له ان اليوزر مش موجود. تمام. لان انت دلوقتي شخص بيلوجن مش بيساين اب. طيب. طيب نفترض خلاص ان الايميل فعلا موجود، فمحتاج ان انا اتشيك اذا كان الباسورد صح ولا غلط. اعمل كده ازاي؟ اعمل كده باستخدام بكريبت. ابدا ان انا اوصلها هنا الفانكشن او الميثود اللي اسمها كومبير دي، اوصلها الباسورد واوصلها اليوزر اكزيست دوت باسورد. تمام. يوزر اكزيست ده راجع منين؟ راجع من الداتابيز نفسها. فهتشيك على الباسورد اللي راجع من الداتابيز ده مع الباسورد اللي جاي لي في الريكوست دوت بودي. تمام. وهعمل ما بينهم كومبير باستخدام بكريبت.
لو هم فعلا بيساووا بعض خلاص الاز ماتش دي هتكون بترو. تمام. لو مش بيساوي بعض هتكون بفولس. فتشيك كده اذا كان الاف ماتش او الاز ماتش دي بفولس، فترجع له ساعتها انك invalid credentials. تمام. مش شرط هنا بقى تقول له الايميل غلط وهنا مثلا تقول له الباسورد غلط، لا، رجع له حاجه غامضه كده، قول له بس invalid credentials. مش شرط تقول له بالظبط فين المشكله يعني. تمام. انت مش بتساعده، هو بيلوجن عندك. تمام. طيب في حاله خلاص ان الباسورد فعلا صح، فساعتها هتعمل ايه؟ هتكري التوكن برضو. تمام. نفس الفانكشن بتاعتنا هنبص لها هنا الاي دي، وابدا ان انا ريتيرن. تمام. بالشكل ده كده ريتيرن وارجع له التوكن. هنا في الكاتش ابدا ان انا اكاتش الايرور لو في اي مشكله. ده كده الساين اب او الساين ان بتاعتنا. تمام. كده خلصنا اللوجيك بتاع الكنترولرز بتاع الريجستر وبتاع اللوجن. تمام. طيب محتاجين ايه دلوقتي بقى؟ محتاجين ان احنا خلينا نتشيك الكلام ده. هتشيك دلوقتي مثلا ان انا عملت ساين اب او ريجستر بالايميل والباسورد دول. تمام. فقال لك ان اليوزر اوريدي اكزيستس. طيب خلينا نغير يلا. الفاليديشن بتاعنا كده شغال. لو غيرت مثلا حاجه بالشكل ده فخلاص رجع لك فعلا انك سكسس، المسج بتاعتك انك خلاص سكسس ريجستر، ورجع لك هنا التوكن. ده التوكن بتاعنا. تمام. التوكن ده استخدمه بعد كده بقى في اي واحد من دول. تمام. لكن دلوقتي لو جيت على جيت اول نودز وعملت سند، هنلاحظ ان هو لسه بيرجع لي برضه. طيب لو عملت مثلا كرييت نود، هنلاحظ ان لسه بيكريت نود عادي بيرجع لي، مش طالب مني التوكن ولا حاجه، مش بناء على التوكن، لا، هو بيرجع لاي يوزر. ليه؟ لان انا عملت اليوزر. تمام. بس لسه ما استخدمتهاش، ما استخدمتش الاوثنتيكيشن بقى، ما استخدمتش الاوثرايزيشن نفسه، ما استخدمتش حته ان انا اعرف مين اوثرايزد ان هو يجيت النودز ومين لا، مين مش اوثرايزد. تمام. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ خلينا نعمل ميدل وير. اعمل فولدر اسمه ميدل ويرز، وأعمل هنا الفانكشن بتاعتي أسميها require post.js بالشكل ده. تمام. طيب دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن فانكشن عادية جدا. هنبورت هنا import الجي دبليو تي من الجيسون والتوكن. بعد كده هبدأ إن أنا أعمل اكسبورت للفانكشن دي. تمام. اكسس على الريكوست والريسبونس والنكست. تمام. طيب خلينا نشيل الكلام ده كده. طيب هنبدأ أول حاجة إن إحنا نستخرج التوكن. بنستخرج التوكن ده منين؟ من خلال الهيدرز بتاعت الريكوست. الفرونت اند وهو باعت لي الريكوست بيحط التوكن في حاجه اسمها الهيدرز بتاعت الريكوست. فانا هنا دلوقتي بعمل العمليه العكسيه، انا كباك اند كسيرفر بستخرج التوكن ده. تمام. طيب فهقول له كونستنت وابدا ان انا استخرج الاوثرايزيشن من الريكوست دوت هيدرز. تمام. فهبدا دلوقتي اتشيك اذا كان الاوثرايزيشن ده مش موجود، يعني دلوقتي ما عنديش توكن اصلا. فهرجع له ايه؟ هرجع له مشكله 401 ان انت ان اوثرايزد، وهقول له يو ماست بي لوجد ان. تمام. طيب هنا بقى بيظهر فعلا اهميه الاوثنتيكيشن. احنا دلوقتي خلاص بنستخدم الكنترولرز اللي احنا عملناها، بنستخدم اللوجيك اللي احنا عملناه هنا في الريجستر واللوجن. تمام. بنستخدم الباور بتاعه التوكن. حلو. لو التوكن مش موجود هتقول له لا، هتقول له انك لازم تساين ان الاول. تمام. طيب هنا طيب نستخرج انا بالتحديد بقى عايز اقول لك ان التوكن اللي راجع من الفرونت اند بيكون حاجه اسمها بيرور توكن، بيكون بالشكل ده بيرور، بعد كده سبيس، بعد كده التوكن بتاعت اللي هو مثلا سترينج الغريب. تمام. فاحنا محتاجين ان احنا نخرج التوكن بس، يعني الجزء ده بس من اول الاس. تمام. هنخرجه ازاي؟ بالشكل ده. تقول التوكن ده بقى شغل الجافا سكريبت عادي يعني. ممكن حتى نعمل هنا ريبليس يعني طريقه اسهل شويه. البيرور والسبيس الكلام ده يعني. تمام. الجزء اللي هنا ده بامتي سبيس، وبالتالي هيرجع لك الجزء ده بس، الجزء ده بس اللي هيتخزن او هيتسيف جوه التوكن هنا. تمام. طيب انا خرجت دلوقتي التوكن بتاعي، محتاج ان انا فيريفاي التوكن ده كسيرفر عشان اعرف انا اللي عامله ولا لا. حلو. هعمل كده ازاي؟ اقول له جي دبليو تي دوت فيريفاي، اوصلها التوكن، اوصلها السيكريت بتاعي اللي هي السيجنتشر. دي مهمه جدا عشان اعرف انا السيرفر اللي عامله ولا لا، ممكن معمول بسيرفر تاني. تمام. بعد كده عندي هنا كول باك. كول باك دي بتكون ليها اكسس فيها على البيلود. تمام. البيلود بقى بستخرج منه الاي دي اللي انا اصلا بسيطه وانا بساين ان التوكن. تمام. يعني لو جينا هنا كده على الكنترولر ده وانا بساين ان التوكن، خلينا ننزل كده على الجي دبليو تي. تمام. هنا وانا بساين ان التوكن حطيت في البيلود الاي دي. تمام. هنا بعمل العكس دلوقتي، يعني هنا
استخرج الاي دي من البيلود. تمام. وابدا ان انا اعمل له اتاش خاصيه مثلا اسمها يوزر اي دي، ممكن اسميها اي حاجه في الريكوست. تمام. الميدل وير بتشتغل ما بين الريكوست والريسبونس، فاي حاجه بعمل لها اتاش هنا هتشتغل في كل الريكوست اللي جايه بعد الميدل وير دي. تمام. طيب اليوزر اي دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي دي اللي انا جايبه من البيلود. من الاخر دلوقتي انا بقى عندي في كل الراوتس اللي هتيجي بعد الميدل وير دي او كل الكنترولرز معايا اكسس على اليوزر اي دي اللي هو بيساوي الاي دي. تمام. ده كل الحوار او كل الموضوع بتاعنا. بعد كده تعمل نيكست عشان تشغل الكنترولر اللي جاي عليه او اللي عليه الدور يعني. تمام. طيب دي كده الريكواير اس. تعالى يلا نشتغل بيها او يعني نستخدمها. هنروح على النوتس اب او النوتس راوت. تمام. هاجي هنا قبل الراوتس دي، قبل الراوتس الخاصه بالكلاد اوبريشن، وهقول له راوتر راوت، او خليها بقى راوتر بتيوز. تمام. لان انا دلوقتي بستخدم يوز، بستخدم الميدل وير اللي هي require us. تمام. بالشكل ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل الخمسه كنترولر اللي هنا دول قبل ما يشتغلوا دي هتشتغل قبلهم الاول، وبالتالي اللوجيك اللي هنا ده هيشتغل الاول. فلو انا مش لوجد ان هيطلب مني ان انا اكون لوجد ان، هيطلب مني التوكن. طيب لو انا لوجد ان هياخد الاي دي ده ويحط البروبرتي دي في الريكوست. فالريكوست بتاع كل اللي هنا ده، الريكوست بتاع الخمسه كنترولر دول هيكون فيه بروبرتي اسمها يوزر اي دي اللي هي بتساوي الاي دي. تمام. من خلاله اقدر ان انا اكسس النوتس الخاصه بكل اي دي ده. حلو. طيب خلينا يلا دلوقتي نتست الكلام ده. لو رحت على بوست مان وعملت هنا ريكوست زي ما انتم شايفين كده، جاب لك هنا you must be logged in. يعني محتاج منك ايه؟ يعني محتاج منك توكن. فلو جينا هنا على الايميل اللي احنا كنا مكريتينه وجيت على التوكن ده خدته كوبي. تمام. بعد كده هاجي تاني على الجيت اول نوتس، وهاجي هنا في الاوثرايزيشن بيرور توكن. تمام. وهبصيله التوكن بتاعي، عامل سند، جاب لك فعلا النوتس. تمام. ليه جاب النوتس؟ لان في توكن. في توكن يعني ايه؟ يعني انا لوجد ان. تمام. ده كده اللي احنا محتاجينه. ده كده الاوثنتيكيشن اللي انت بقيت اوثنتيكيتد، بقى معاك توكن فتقدر انك تاكسس النوتس او تتفاعل بشكل مختلف يعني مع الابلكيشن بتاعك. تمام. طيب طبعا لو احنا كنا حاطين في الاكسبيريشن ديت مثلا 10 ثواني، وجيت دلوقتي بعد ال 10 ثواني عملت سند ريكوست، كان هيقول لك انه ماست بي لوجد ان. ليه؟ لان التوكن بتاعك بقى انفاليد، ولكن احنا حاطينه 30 يوم، فالتوكن ده يفضل شغال لمده كبيره يعني مده كويسه. تمام. طيب نفس الكلام مع كل الراوتس دي. لو جربنا اي راوت من دول هيطلب منك توكن عشان يشتغل. ده كده اللي احنا كنا محتاجينه اصلا. محتاجين ان احنا نحط لاير او طبقه من الحمايه على الراوتس بتاعتنا. تمام. طيب محتاجين حاجه كمان مهمه جدا. يعني دلوقتي وانا بكريت نوت انا بكريتها باليوزر اي دي، بس اليوزر اي دي ده انا اللي ببصيه من خلال بوست مان، انا اللي ببصيه فعلا بشكل مانوال. تمام. ولكن انا محتاج ان اليوزر اي دي يكون اليوزر اي دي بتاع الكرنت يوزر، اليوزر اللي لوجد ان دلوقتي. لما يبعت ريكوست على الكرييت نوت، اخد اليوزر اي دي بتاعه واحطه في البروبرتي اللي هي اسمها يوزر اي دي اللي هي هنا دي اللي جوه النوت، البروبرتي اللي هنا دي. تمام. هعمل كده ازاي؟ هاجي على النوتس كنترولرز، حالة إن أنا بكريت. خلينا ننزل هنا. تمام. عند النوتس كنترولر، وأنا دلوقتي بكريت نوت. تمام. فهبدأ إن أنا أستخرج. أنا زي ما قلت دلوقتي جوه الريكوست ده أنا معايا بروبرتي اللي هي اسمها يوزر دي، فهبدأ إن أنا أستخرجها. أسميه مثلا يوزر أي دي بالشكل ده، ريكوست دوت يوزر أي دي. اليوزر أي دي ده جاي منين؟ جاي من التوكن. تمام. من خلال اللوجيك اللي أنا حطيته هنا، ريكوست دوت يوزر أي دي بيساوي أي دي. تمام كده. طيب هنا بقى انا كنت ببصي كل البروبرتيز اللي جايه في البودي اللي هي اليوزر اي دي والديسكربشن والتايتل والكلر والكلام ده كله. لا انا محتاج ان انا اوفر رايد على اليوزر اي دي. لو اليوزر عمل له حتى باسنج، اعمل عليه اوفر رايد واحط اليوزر اي دي اللي هو بتاع التوكن نفسه بتاع الكرنت يوزر، بتاع اليوزر اللي لوجد ان على السيستم بتاعي دلوقتي. تمام. طيب ده كده بدأنا إن إحنا نستخدم الأوثرايزيشن، بدأنا إن إحنا نتعامل مع التوكن، نستفيد منه فعلا في الكنترول بتاعتنا. تمام. طيب لو جيت دلوقتي على حاجة تانية، مثلا إن أنا بكريت أو بجيت النوتس، خلينا مثلا نشتغل هنا.
ان انا بجيت اول نوتس، لا انا محتاج مثلا ان كل يوزر يقدر ان هو يجيت النوتس بتاعته هو بس. تمام. نعمل حاجه زي كده ازاي؟ ابدا ان انا استخدم برضو اليوزر بروبرتي، استخرجها من هنا instant user id request user id. تمام. بعد كده انا هنا في الفايند كنت سايبها مفتوحه، كنت بقول له فايند ومش مضيف له اي حاجه، معناه ان هو هيجيب كل النوتس او كل الدوكيومنتس الموجوده في الكوليكشن اللي اسمه نوتس في الداتابيس بتاعتي. تمام. لا انا محتاج ان انا هنا اضيف له شرط معين اللي هو اليوزر اي دي، فهيجيت النوتس الريليتد باليوزر اي دي ده بس. تمام. طيب يلا كده نتست الكلام ده من خلال بوست مان. لو جيت دلوقتي جيت والنوتس بقت فاضيه، بقت امتي اري مع انه كان جايب نوتس. تمام. طيب لو جيت مثلا دلوقتي عملت كريت نوت هسميها مثلا تيست نوت، التايتل بتاعها تيست. تمام. بصير هنا برضو يوزر اي دي، خلي بالك عملت دلوقتي كريت، قال لك يو ماست بي لوجد ان، هو دلوقتي طالب منك التوكن الاول. طيب تعالى نحط التوكن كده، واسيب هنا التوكن واعمل سند، كريت لك النوت. تمام. بس لو تلاحظ كده ان هو عمل اوفر رايد على اليوزر اي دي اللي هو 545 ده، وحط له هنا يوزر اي دي اللي جاي من التوكن نفسه. تمام. طيب لو جيت دلوقتي جيت اول نوتس، هي كانت فاضيه، ولكن لو بعت دلوقتي هيرجع لك التيست نوت اللي احنا لسه مكريتها. تمام. ده كده ازاي تستفيد من الاوثرايزيشن، ازاي انك تقدر تاكسس حاجه معينه. انا دلوقتي بشوف النوتس بتاعتي انا بس بناء على التوكن، ما بقدرش اشوف النوتس بتاعت الاشخاص التانية. تمام. ده كده كان الجزء العملي من السيشن بتاعتنا. تمام. واعتقد ان احنا كده خلصنا. يعني ده كان كل حاجه حبيت ان انا اقولها النهارده في السيشن. اتمنى يعني ما كنتش طولت عليكم، اتمنى السيشن كانت مفيده. دي الكونتاكتس بتاعتي لو حد حابب ان هو يتواصل، ما عنديش اي مشكله. آه، بس كده، شكرا جدا لوقتكم والسلام عليكم.